ضرغام إسماعيل أفضل لاعب كان في المباراة الماضية أمام المنتخب العماني، وقائد المنتخب الوطني ضرغام يلعب الكرة عالية داخل المنطقة، ممكن في هذه اللحظات خطيرة. الله الله الله، لكن حكم المباراة ماذا يحدث في هذه اللحظات؟ حكم المباراة ماذا يحتسب في هذه اللحظات؟ هل هدف ثاني في هذه اللحظات للعراق أما الكرة الماضية خرجت؟ خلي نشوف. سيذهب إلى الفار في هذه اللحظات، وأعتقد هدف سليم للمنتخب العراقي، ما قد شاهدنا في اللقطة الماضية، وبالتالي أعتقد أن الهدف سليم في اللقطة الماضية. خلينا نشوف. يذهب إلى الفار عادل النقبي، وتأكد يا عادل، تأكد بنفسك يا نقبي، وهل سيكون هدف ثاني للعراق في هذه اللحظات أم لا؟ خلينا نشوف النقبي ماذا يحتسب في هذه اللحظات. أعتقد هدف، لأنه لم أشاهد الكرة وهي خرجت إلى خارج أرضية الملعب، فأعتقد هدف للعراق، أعتقد هدف ثاني للعراق. المنتخب العراقي في هذه اللحظات لربما هدف ثاني لمنتخبنا. يا الله يا رب، ممكن أن يصفر طبعا بتقدم العراق بهدف ثاني على السعودية. خلي نشوف الحكم المباراة السيد نقبي، وبالتالي نعطي الاستراحة ونستمع إليه ماذا سيقول في هذه اللحظات. هل هدف ثاني للعراق سيحتسب أم خلص يعني الكرة كانت ذاهبة إلى الخارج ومن بعدها عادت؟ أعتقد أنه هدف للعراق، أعتقد إن شاء الله هدف قادم، هدف للعراق. يلا يا رب، قولوا يا الله يا شباب. ممكن هدف ثاني في هذه اللحظات يقتل طموح السعوديين، وممكن يعني أن يعطينا الأريحية أكثر يا شباب، لأنه هدف في هذه المباراة لا يطمئن في عالم كرة القدم. والدقائق الأخيرة اللي بقت على نهاية هذه المباراة. يلا يا نقبي، ماذا ستحتسب يا نقبي؟ إذن أحبتي المشاهدين، جول، هدف ثاني للعراق، هدف ثاني لأسود الرافدين، هدف ثاني لمنتخبنا الوطني، وعن طريق اللاعب مؤمل عبد الرضا أو ضرغام إسماعيل. خلينا نشوف من هو اللاعب اللي أتى بهدف المنتخب العراقي الثاني. الله على العراق، الآن العراق اللي يتقدم بهدف ثاني على المنتخب السعودي. شوف الكرة الماضية، الله على الكرة الجميلة. هذا هو آسو رستم اللي يأتي بهدف ثاني للعراق. آسو رستم لا يكذبنا ويسجل هدف، أو خلي نشوف من اللي سجل هدف الثاني. طبعا أكيد آسو. على العراق، الله على العراق اللي يسجل هدف ثاني في هذه اللحظات. الله على منتخبنا الوطني، منتخبنا الآن اللي يأتي بالهدف الثاني على المنتخب السعودي، وبالتالي هدفين